السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تعالوا نعمل شوية الجزر الجامدين دول ب20 جنيه يا لوزة. عملت 4 برطمانات جزر حلوين جدا جامدين جدا، هينفعونا في فطار في غدا في عشاء، مع شوية طعمية كده جامدين. يا سلام يا سلام، حاجة كده، حاجة جامدة بجد، هتعجبكم قوي. عايزه اقول لكم جبت 4 كيلو، طبعا اللي اتاكل منه بالف هنا. كده الولاد بيحبوا الجزر طبعا. الباقي قلت لا، لازم اعمل بيهم شويه جزر ينفعوني في رمضان. ممكن تجيبي كميه اللي تحبيها هاتيها، هتجيبي 4 5 6 زي ما تحبي. طبعا الجزر عندنا في السوق رخيص، والايام دي في الشتاء بيبقى الجزر جميل جدا، احسن بيبقى من الصيف. نجيبه ونخزنه، نحضر منه شوية حاجات، مخللات، مع بسلة، مع شوربة خضار، مربى جزر مبشور، هنعمل بيه شوية حاجات جامدين جدا. دلوقتي النهاردة عملت معاكم المخلل الجامد ده، مخلل الجزر، اسبوع وتاكلي منه ويقعد معاكي سنة كاملة، وهيقعد معاكي كمان لرمضان. يلا بينا نشوف هنعمله ازاي وهنبتدي بايه. تعالوا بقى يلا بينا نشوف هنعمل الجزر بتاعنا او المخلل بتاعنا ازاي. بصوا بقى الكمية اللي انا كنت جايباها، انا كنت جايبة حوالي 4 كيلو. طبعا الولاد ما سبروش، كل واحد ياخد له جزراية. عملت شوية بسلة منهم برضو، اتبقوا الحبة دول. قلت ما شاء الله، يعني كمية حلوة مش قليلة. تمام. قلت اعمل بيهم ايه، شوية مخلل ناكل منهم دلوقتي وبرضو ينفعوا لرمضان. يعني انا هعمل كمية حلوة هتنفعني لرمضان، ممكن تخزنيها، هيقعد معاكي من السنة للسنة. طبعا قشرت الجزراية بتاعتي، تمام، قشرتها بالمقشرة العادية، وهبتدي بقى ايه، اقطعها. تمام. هنقطعها بايه بقى، بالسكينة اللي هي بتاعت البطاطس او المخللات. ما عندكيش بسكينة عادية زي ما تحبي هتعمليها. اهي. بسم الله الرحمن الرحيم كده هقطعها كده. دي بتبقى مخليه شكل الجزرايه مضلعه كده، او المخلليه مضلعه، فبتديني شكل حلو زي بتاع المحلات بالظبط. بصوا هنبتدي بقى نقطعها كده بالطول، وعايزه تقطعيه طويل، عايزه تقطعيه مربع، عايزه تقطعيه مدور، اللي تحبيه اعمليه. تمام. احنا اهم حاجه ان احنا ناخد الفكره ونجدد براحتنا ونعمل براحتنا خالص. اهو بصوا، هتبقى الجزرايه بالشكل ده اهي، مضلعه كده وشكلها حلو جدا. هبتدي بقى اقطع كل الجزر بتاعي بالكميه دي، والكميه اللي انت تحبيها هاتيها. عايزه تعملي رمضان بس هاتي، عايزه تعملي دلوقتي هاتي. الجزر رخيص وجميل، وجزر الشتاء بيبقى حلو قوي، ما بيبقاش اللي هو الجزر الشايخ واللي مش حلو ده، لا بنجيبه في وقت الشتاء وبنخلله. ممكن تحطيه مع بسلة وتخزنيه لرمضان، بس طبعا البسلة دلوقتي غالية برضو للتخزين، فهنصبر عليها شوية وهنخزنها. انا كان في فيديو انا عاملاه لتخزين الخضار لرمضان. تمام. هحطه لكم برضو، هحط لكم اللينك بتاعه برضو عشان تشوفوه. الخزين في البيت والخضار في البيت نعمة حلوة جدا. طول ما الخضار في الموسم بتاعه بيبقى رخيص. تمام. نجيبه ونخزنه ونحطه في الفريزر، وقت ما نحتاجه، وقت ما يبقى نفسنا في الحاجة نلاقيها موجودة. طول ما هو غالي نطلع وناكل، يبقى عندنا، ما يبقاش نفسنا في الحاجة ونجيبها بالغالي، لا، طول ما هو في الموسم بتاعه بيبقى رخيص. البسلة شوية كده تلاقيها رخيصة، هترخص ان شاء الله برضو. عندك الفاصوليا موجودة، ممكن تعملي شوية شوربة خضار وتشيليهم. في الفيديو انا عاملة فيه شوربة خضار، عاملة فيه سبانخ برضو. السبانخ موجودة بنخزنها، طريقتها تقعد معاكي من السنة للسنة، حلوة جدا جدا جدا. هيعجبكم. الخضار في البيت نعمة. تمام. جيبوا خزنوا وشيلوا. والقوطة الطماطم والقوطة رخيصة جدا جدا جدا. اليومين دول وصلت معانا
ايام كانت ب30 جنيه، لا دلوقتي الكيلو ونص ب10، ولو نزلتي اخر النهار كده هتلاقيها ب5 جنيه. يعني تجيبي ال2 كيلو ب10، تجيبي 4 ب20، على حسب مقدرتك، وعلى حسب ما هتقدري تخزني، والمكان اللي عندك تقدري تخزني فيه هتجيبي. بس الحاجات دي بتنفع جدا جدا جدا. هتجيبي بقى الطماطم وتسبكيها او تخزنيها زي ما انت بتحبي، او زي ما انت متعوده. بس انا بحب اخزنها، احط لها معلقه، اغسلها غسله حلوه بحالها كده، احطها في الحلل، واحط عليها معلقه سكر، ولو في بنجر بحط عليها معلقه بنجر مبشوره، او قطعه بنجر عاديه لو ما عندكيش مبشور، برضو البنجر اليومين دول موجود. وبعد كده معلقة السكر دي حلوة جدا للحموضة، وبتخلي برضو مادة حافظة. يعني بتبقى عندي مادة حافظة معلقة السكر في صلصة الطماطم او في تخزين الطماطم. وعندي ايه، عندي اللهم صل على سيدنا محمد، وعندي للحموضة هايلة. ما بتخليش اي حاجة للحموضة وانتي بتاكلي الصلصة او الطبيخ. جربوها برضو، هتلاقوه في فيديو عندي في القناة، هيعجبكم ان شاء الله. برضو هنزله لكم في المنتدى ان شاء الله كل الفيديوهات لتخزين رمضان، والتخزينات كلها هنزلها لكم قريب ان شاء الله، علشان تشوفوها وتشيلوها عندكم وتخزنوا وتعملوا وتخلوا بيتكم عمران بأقل التكلفة. ما نقولش الحاجة لأ، أي خضار عندك رخيص في السوق هنجيبه ونخزنه، هنحتاجه في يوم من الأيام. مش قادرة تنزلي السوق، تنزلي تجيبي خضار، لأ نطلع من الفريزر ونعمل على طول. وعندنا المخلل بتاعنا، ونعمل الحلو، والشتاء بيحب الأكل وبيفتح النفس. وبيني وبينكم إيه، نعمل ونأكل ولادنا ويبقى عندنا الخير، وربنا يا رب يديمها علينا نعمة ان شاء الله. هقطع بقى بقية الجزر كده كله اهو. بصوا بيبقى شكله جميل جدا، بيبقى مضلع كده وكأنك جايباه من بره بالظبط. تمام، هعمله لكم بقى بطريقة حلوة قوي تفتح النفس كده. مش جزر عادي بقى ان احنا نخليه مية وملح وخلاص على كده، لا احنا هنبصوا هنحبشه بقى شوية تحبيشات كده، حلو جدا جدا جدا. تمام، وهتشوفي انت هتوفري قد ايه في الجزر ده. انا جايباه ب5 جنيه على فكرة. من الناس اللي بتبقى في السوق بيبقى ايه بيعبوهم مرة واحدة، بس صراحة كله حلو مش وحش. في صغير، يعني هو مشكلته بس انه ممكن يبقى فيه واحدة صغيرة. الصغير ده بيبقى جميل جدا. الصغير ده انا ممكن احطه بحاله كده، بيبقى تحفة جدا جدا في التخليل. والكبير هنبتدي نقطعه. في ناس بتبيعه ب12، وفي ناس بتبيعه ب10. وصل ل20 جنيه أول ما نزل كان جديد. لكن جزر الصيف بقى ما بيبقاش حلو. فيعني انتهزي الفرصة بتاعت الشتاء دي وخللي. ممكن تجيبيه وتقطعيه على بسلة وتشيليه في الفريزر لما البسلة ترخص ان شاء الله. ممكن تجيبيه وتبشريه وتحطيه في الفريزر برضو لو احتاجتيه في اي وقت بتستخدميه. ممكن تقطعيه مكعبات لشوربة الخضار. كل ده بينفع، مش هيقول لا. هبتدي بقى اقطع كل الجزر بتاعي. تمام اهو. معلش انا هطول عليكم، بس بقول لكم على حاجات صراحة انا بعملها في بيتي. يعني انا بقول لكم على الحاجة اللي بعملها في بيتي وبتنفع معايا وجربتها وبتنفع معايا. هقطع كل الكمية دي وارجع لكم على طول اقول لكم هنعمل بقية الجزر بتاعنا ازاي. خلصت وقطعت الجزر بتاعي، ولا رفيع قوي ولا تخين قوي. بصوا ما شاء الله عليه بيتكلم عن نفسه. بصوا هيتاكل من غير ما يتخلل. تمام، قطعته اداني كمية حلوة مش وحشة. بصوا ما شاء الله، يعني هيعملوا لي كام برطمان حلوين قوي. تمام، ايه بقى الحاجات اللي احنا هنستخدمها في الجزر المخلل بتاعنا الجامد ده؟ هقول لكم. عندي هنا معلقة حبة البركة بتاعت الأكل العادية، معلقة سكر برضو كبيرة، معلقة شطة صغيرة مش كبيرة قوي. يعني حابين الشطة ماشي، مش حابينها مش مشكلة. دي معلقة خل هاخدها منهم. 4 معالق ملح، وبرضو هندوق، ولو عايزين ملح تاني هن ايه هنحط. تمام، دي عندي 4 معالق هريسة شطة.
بتدي طعم حلو كده للمخللات بتاعتنا. كانت عندي في الفريزر، عندك طازه تمام، ما عندكيش انا بحب ايه اجيبها واخزنها. تمام. في المرحله دي هبتدي اعمل ايه، هجيب البرطمانات بتاعتي غسلها حلو ومعقماها ميه مغليه، تمام، وخل، وغسلها حلوه وشطفاها ومخليها ايه تتصفى كده. نبتدي نعمل ايه بقى، يلا نحط الجزر بتاعنا، نقول بسم الله الرحمن الرحيم في البرطمانات ونرصه كده بقى بالراحه وبالهداوه عشان بس ما فيش حاجه تقع مننا. عايزه تحطي معاه فلفل اخضر تمام، بس انا حبيت ايه، انا ايه المخللات بتاعتي كلها لازم يبقى فيها فلفل، تمام، بس انا حبيت بقى ان الجزر ده يبقى جزر لوحده كانك جايباه من المحل بالظبط، واحلى كمان ان شاء الله. طبعا انت في بيتك هتعمليه احسن، وربنا يحسن ما بين ايدين الناس كلها يا رب. ودي ارزاق عامه، بس احنا برضو بنحب نعمل الحاجه في البيت بتبقى اوفر واحسن. مش مشكله، دي هنحطها عادي اهو. هبتدي بقى ايه املى البرطمانات بتاعتي كلها اللي انا معقماها ديت اهي. هبتدي اعمل كده اهو، ما يبقاش مملي قوي يعني، ونعمل حساب الميه كده ونظبط الحجم ده حلو اهو. هنهزه بس كده اهو عشان نشوف فيه ايه فراغ اهو. تيجي نحط واحدتين كمان بالشكل ده. بصوا عايزه اقول لكم هيبقى خطير جدا، شويه طعميه في الفطار الصبح، حبه فول، عشاء خفيف بالليل، غدا، طبيخ، سمك، اي اكل هتاكليه هتحطي الجزر والمخلل بتاعك هيبقى خطير. عملت ده اهو، هبتدي احط التاني بسم الله اهو. بصوا عايزه اقول لكم بيبقى حلو جدا. انت مصممه تقعي من دلوقتي مش مشكله، احنا كل ده هنحطه برضو تاني اهو. عملت الليفت برضو، ليفت جميل جدا، عامله فيديو ليه بيبقى حلو قوي، بس صراحه ما عملتش الجزر لوحده قبل كده في فيديو، فقلت ايه دي اتملت شطه خالص فهنسيبها على جنب دلوقتي اهو. بصوا اهو تمام. ادي البرطمان التاني برضو هنخبط عليه خبطايه كده عشان الفراغات اللي فيه تتظبط كده، ونشوف محتاج جزر تاني ولا لا. تمام. ادي التاني واحد اهو. عندي بقى البرطمانات اللي هي ايه اللي بتتباع في المحلات، اللي بنجيبها من المحل، العلب ديت، تمام. انا هركن ده على جنب دلوقتي. العلب ديت اهي هنبتدي نحط كده بسم الله الرحمن الرحيم. العلب دي شوفي انت بتجيبيها من محل بكام اهو. وانت هتعمليها بكام. انا يعتبر عملت مخلل الجزر ده، عندي السكر، عندي الخل، عندي الشطه، عندي كل حاجه، والهريسه عندك لو عندك تمام، ما عندكيش ما تشغليش بالك ولا تضايقي نفسك عادي. احنا ممكن ما نعملها من غير ايه، من غير هريسه، بس بتديها طعم حلو. قرنين فلفل حراقين كده هيدوكي طعم خطير ان شاء الله. وادي واحد كمان برضو عندي تيجي اعمله اهو. بفضل بقى البرطمانات الصغيرة دي عشان احطها في التلاجة تدخل معايا على الرف او على في الدرج، ما بيجرالهاش حاجة ما بتأيدنيش، حلوة وتدخل في اي مكان.
بصوا نحط برضو هنا واحدتين اهي ب20 جنيه. انا جبت 4 كيلو غير ما عملت منه الاكل والولاد كلوا. ب20 جنيه عملت كام برطمان اهو، 4 برطمانات جزر حلوين جدا جدا جدا. تخيلي البرطمان ده اللي بيتباع في المحلات او في السوبر ماركت، تخيلي هتجيبيه بكام، او انتي اسألي عليه بره بيبيعوه بكام. تمام، خلصنا المرحلة دي اهو. هنبتدي بقى نحضر للمية بتاعتنا. يلا بينا بقى نحضر المية بتاعت المخلل بتاعنا. انا جبت بولة اهي، هبتدي احط فيها مثلا قد لتر مية كده. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنزل بيها بالملح بالسكر والشطة وحبة البركة والملح، كل التوابل اللي عندي. هنقول بسم الله اهو. وادي الملح، بسم الله الرحمن الرحيم. هما ال4 كده لغاية ما اشوف ايه واقلب. بس مش هيبقى دلع، هيبقى مظبوط، او مش هيبقى حادق. لو احتاجنا تاني هنحط. ودي الهريسة اهي، هحطها كلها برضو بالشكل ده. هنا بقى اقلب، ناقص الخل هنحط قد معلقة كده بس كده، برضو مادة حافظة. وهقلب كل الخلطة بتاعتي دي. عايزة اقول لكم خلطة خطيرة، ريحتها جامدة جدا جدا جدا. هدوب الملح بقى حلو قوي اهو. وهندوق، لو حبينا نحط ملح تمام. انا حاطه لتر ميه بس، لو عوزنا ميه تاني برضو هنحط عادي مش مشكله. كده ملحه حلو جدا، مش محتاج ملح تاني. يا دوبك على الكيلو معلقه. يعني انا مثلا، وده اقل من كيلو طبعا لان انا واخده منه، فانا عملت على الكميه دي مثلا يعني قولوا 3 كيلو، عملت عليهم 4 معالق ملح. تمام. عندي بقى هنا ورق كرفس او كرفس، بس انا ما كنتش انا عندي حطاه في الفريزر اهو. هحط كام ورقه كده بس يدوني ريحه حلوه، ورقتين بس. عندك فريش وطازه هنحطه، بس انا صراحه ما عنديش. انا كنت جايباه ومخزناه في الفريزر كده، بينفعني للشوربه والحاجات دي. وابتدي بقى يلا اسقي بيه الجزر بتاعي. اركنه بقى كده على جنب بعد ما قلبته اهو. وابتدي اسقي الجزر بتاعي والمخلل بتاعي. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. اسقي واحده واحده بقى كده عشان بصوا انا جبت كوبايه بقى عشان اقدر اهو اقلبها كده عشان يجيلي كل المكونات في الميه اهي. بصوا انا اجيب لكم اهو. بصوا نقلب كده الكوبايه ونقول بسم الله الرحمن الرحيم اهو ونصب. هنا برضو كل برطمان علشان ياخد من كل الخلطه اللي احنا عملناها دي. قلبنا السكر حلو والملح مع بعض علشان يدوبوا ما يبقاش فيهم اي حاجه لسه. اجي احط هنا برضو لو احتاجنا ميه بقى هنبتدي ندوق ونشوف. محتاجين ملح هنحط ملح بعد ما نخلص. هنزود كده الميه بتاعتنا. تمام. احط بقى بقيه الميه كلها وارجع لكم على طول. فضيت الجزر بتاعي وحطيت عليه الميه في البرطمانات. تمام اهو زي الفل. عايزه اقول لكم ريحته خطيره جدا، طعمه حلو قوي.
هيعجبكم جدا. بصوا بيتكلم عن نفسه بجد خطير، هيطلع حلو قوي. التحديقة بتاعته حلوة. التوابل اللي انا حطيتها مع الخلطة اللي انا عملتها جامدة جدا. جربوه بالطريقة دي هيعجبكم جدا جدا. هينفعنا في رمضان. كل سنة وانتم طيبين. بنحضر بقى الحاجات، شوية حاجات كده بسيطة لرمضان هتنفعنا برضو، وأفكار حلوة جدا هتنفعنا لرمضان. الجزر هيقعد معاكي سنة كاملة، مش هيجراله أي حاجة. هنحتفظ بيه ازاي بقى؟ هبتدي أحط كيس على وش البرطمان أو ستريتش، تمام، وأقفل عليه جامد جدا بالغطا. هسيبه أسبوع بره التلاجة في المطبخ عادي جدا، سيبه أسبوع بالظبط. وبعد كده هحطه في التلاجة وتاكلي منه. عايزة تسيبيه يعني مثلا ممكن تاكلي من برطمان، والبرطمان التاني تسيبيه رمضان سنة بالظبط، مش هيجراله أي حاجة، هيقعد معاكي في التلاجة من غير أي حاجة. جربوه بالطريقة دي هتعجبكم إن شاء الله. مادة الخل والسكر مادة حافظة، هتقعدوا معاكي سنة كاملة إن شاء الله، مش هيجراله أي حاجة. هيعجبكم. تنسونيش في اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس، وربنا يديمها علينا نعمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.